السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتير من المترشحين وخصوصا الأحرار كيبغيو يوجدوا للامتحان لكن ما كيعرفوش الدروس اللي مكون منها المقرر. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نعرفوا الدروس اللي مكونة منها مادة الفلسفة والجميع الشعب. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. بغيت نشير لواحد النقطة، هي بما أنك مترشح حر وعمرك ما قريتي الفلسفة ماشي ضروري تكون ملم بالدروس ديال جذع مشترك وأولى باك. إن شاء الله حصص جاية وفيديوهات أخرين إن شاء الله غادي نضبطوا هاد المادة هادي واخا ما تكونش قريتيها من قبل، ولكن إلا كنتي قريتيها وكنتي عارفها مزيان غادي تنفعك في بزاف ديال الحوايج. ولكن إلا ما كنتيش عارفها ماشي مشكل، إن شاء الله غادي نضبطوا المنهجيات والأطروحات في فيديوهات أخرى إن شاء الله، وكل شيء غادي تلقاه في هذه القناة. نبداو على بركة الله. مقرر الفلسفة لهذا العام مكون من 4 ديال المجزوءات، وهي أولا مجزوءة الوضع البشري، ثانيا مجزوءة المعرفة، ثالثا مجزوءة السياسة، رابعا مجزوءة الأخلاق. وكل مجزوءة كتقسم ل3 ديال المفاهيم بالنسبة للناس ديال الأدب والعلوم الإنسانية، و2 ديال المفاهيم بالنسبة لمسلك الشعب العلمية والاقتصاد والتكنولوجيا وفنون التطبيقية والتعليم الأصيل. يعني فقط الناس ديال الأدب والعلوم الإنسانية هما اللي عندهم 3 ديال المفاهيم، والناس ديال الشعب العلمية والاقتصاد والتكنولوجيا والفنون التطبيقية والتعليم الأصيل عندهم مفهومين كيف ما كتشوفوا، أول 1 و2 هادو خاصين بالناس ديال الشعب العلمية، زائد المفهوم الثالث خاص بالشعب الأدبية. يعني الأدبيين عندهم 3 ديال المفاهيم، 1 و2 و3، وحنا إن شاء الله غادي نعرفوا أين هما أشنو هما. إذن غادي نبداو بالمجزوءة الأولى وهي محبوبة التلاميذ، مجزوءة الوضع البشري. والمحاور والمفاهيم اللي في هاد المجزوءة هادي كيف ما قلنا كاينه مجزوءة كاين فيها 3 ديال المفاهيم بالنسبة للأدبيين و2 ديال المفاهيم بالنسبة للعلميين، وكل مفهوم كيتقسم ل3 ديال المحاور، 3 ديال القضايا. المفهوم الأول اللي كاين في هاد المجزوءة هادي هو الشخص والغير، يعني الشخص مفهوم أول والغير مفهوم ثاني. هادو هما المفاهيم اللي عند الشعب العلمية. أما المفاهيم اللي عند الأدبيين هما 3 اللي هما الشخص والغير والتاريخ. بالنسبة للشخص كيطرح 3 ديال القضايا، فيه 3 ديال المحاور اللي هما أولا الشخص والهوية، ثانيا قيمة الشخص، ثالثا الشخص بين الضرورة والحرية. أما المفهوم الثاني اللي هو الغير ففيه 3 ديال المحاور اللي هما وجود الغير، معرفة الغير، والعلاقة مع الغير. المفهوم الثالث واللي خاص بالأدبيين هو مفهوم التاريخ والمحاور ديالو، أولا المعرفة التاريخية، ثانيا التاريخ وفكرة التقدم، ثالثا دور الإنسان في التاريخ. المجزوءة الثانية اللي عندنا في هذا المقرر هي مجزوءة المعرفة، والمفاهيم ديالها هي التجربة والتجريب ومفهوم الحقيقة بالنسبة للعلميين، زائد مسألة العلمية في العلوم الإنسانية للأدبيين. بالنسبة لمفهوم التجربة والتجريب كيتقسم كذلك ل3 ديال المحاور اللي هما التجربة والتجريب، العقلانية العلمية، ثالثا معايير النظرية. المفهوم الثاني اللي عند العلميين اللي هو الرأي والحقيقة،
عندنا الحقيقة والمفاهيم والمحاور ديالو اللي هي الرأي والحقيقة. المحور الثاني اللي هو معايير الحقيقة. ثالثا قيمة الحقيقة. المفهوم الثالث مسألة العلمية في العلوم الإنسانية، فيه كذلك 3 ديال المحاور: موضعة الظاهرة الإنسانية، التفسير والفهم، ثالثا نموذجية العلوم التجريبية. نموذج علم الاجتماع سوسيولوجيا. وصلنا الآن للمجزوءة الثالثة واللي هي مجزوءة السياسة. المفاهيم اللي فيها هي الدولة، الحق والعدالة، زائد المفهوم الثالث للأدبيين العنف. الدولة فيها 3 ديال المحاور اللي هي مشروعية الدولة والغاية من تأسيسها، ثانيا طبيعة السلطة السياسية، ثالثا الدولة بين الحق والعنف. بالنسبة للمفهوم الثاني اللي هو الحق والعدالة، فيه 3 ديال المحاور كذلك، واللي هي الحق بين الطبيعي والوضعي، ثانيا العدالة كأساس للحق، ثالثا العدالة بين المساواة والإنصاف. المفهوم الثالث اللي هو العنف، فيه 3 ديال المحاور اللي هي أشكال العنف، العنف في التاريخ، ومشروعية العنف. وصلنا الآن للمجزوءة الرابعة اللي هي مجزوءة الأخلاق، والمفاهيم ديالها هي الواجب، المفهوم الثاني اللي هو الحرية، ثالثا المفهوم ديال السعادة. بالنسبة للواجب كذلك كيتقسم ل3 ديال القضايا، 3 ديال المحاور اللي هما الواجب والإكراه، ثانيا الوعي الأخلاقي، ثالثا الواجب والمجتمع. المفهوم الثاني 3 ديال القضايا ديالو اللي هي الحرية والحتمية، ثانيا الحرية والإرادة، ثالثا الحرية والقانون. بالنسبة للمفهوم الثالث اللي زايد عند الأدبيين كيتقسم كذلك ل3 ديال المحاور اللي هما تمثلات السعادة، ثانيا تحصيل السعادة، ثالثا السعادة والواجب. كانوا هادو هما 4 ديال المجزوءات كيف ما قلنا، وكل مجزوءة كتقسم لجوج ديال المفاهيم بالنسبة لمسلك الشعب العلمية والاقتصاد، التكنولوجيا والفنون التطبيقية والتعليم الأصيل، و3 ديال المفاهيم بالنسبة للآداب والعلوم الإنسانية. غادي نخصو إن شاء الله فيديو لكل محور، وكذلك للمنهجيات والأطروحات إن شاء الله. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش الاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله، وشكرا.